البنات، انا اليوم جبت لكم الكسكسو ديال المبتدئات بنص كيلو ديال الكسكسو، نص كيلو ديال اللحم. غادي يكون بالمقادير مضبوطه وبالوقت وبكل شيء باش ينجح لكم هذا الكسكسو هذا. بقاو معايا حتى الاخير. انا درتو خاص في الدرس الثاني هذا، وراه عندي الدرس الاول اللي درت هذه سلسله ديال الدروس. هذا الكسكسو مغربي كيجي لذيذ بزاف وكيجي بحال ديال الوالده ديالك. غير رجعي الفيديو وغادي تطبقيه وغادي يخرج زوين بزاف ولذيذ وكيذوب في الفم. انا بديت دابا بنص كيلو ديال اللحم البقري. ديروا اللحم البقري ولا اللحم الغلبي، ولكن الدجاج راه طريقته بوحدو. درت نص كاس ديال زيت المائده، ودرت واحد البصيله صغيره مشلضه اللي غادي نشحرها غير بشويه. نقصوا العافيه وخليه يتشحر. الدور ديال هاد البصله ملي كتشحر كتعطينا واحد الحلاوه اللي كتجي في الكسكسو لذيذه بزاف. انا هذه هي طريقتي باش كنطيب وكيجي الكسكسو مميز وزعما معروف عند الناس. كنشحر هاد البصله مزيان مع اللحم، ومن بعد كنزيد واحد المطيشه كبيره ولا جوج صغار مع واحد المطيشه، واحد المعلقه كبيره ديال الطماطم المركزه. انا كنبغيه يجي اللون ديالو حمر، وباش كيعجبني هذاك الخضره دائما كنبغي بهذا اللون هذا. والعطريه معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره سكينجبير، معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه صغيره ديال السمن. صافي غادي نبدا نشحر فيه مزيان. شي الا تبعتوا هاد الطريقه ما غتزيدي ما غتنقصي، غتحطي القصريه مقاده ولذيذه غادي تعجبك بزاف. حيت الكسكسو بزاف راه عندنا وبناتنا لانه كيخوفهم الكسكسو، ولكن هو ساهل لان غادي نعطيك جميع الطرق. انا مرقت بواحد لتر ونص ديال الماء سخون باش نربح الوقت، ودرت كاس ديال الحمص اللي مفزق ليله كامله. من بعد رجعي للخضره، الا عندك لي شو ديريه لان كي هو كيبغي الوقت. وعاد واحد 10 دقائق زيدي عليه خيزو ولفت. شتي دابا يا صافي هادشي راه بالتتابع. واحد الربيطه ديال القزبر، ماشي المعدنوس، لان القزبر هو مع السمن مع داكشي كيعطي واحد الريحه واحد. على ما حال هانتوما غتجربوا غادي تشوفوا. القريعه الكورجيت والقرعه الحمراء دائما كنرشهم بالملحه باش يجيو لذاذ. الكورجيت كتولي لذيذه شي، واخا ما كيبغيوهاش الدراري راه كيموتوا عليها ملي كتكون فيها هاد الملحه. مني الكسكسو هذا نص كيلو ديال الكسكسو، هذا القياس ديال اقل قياس ديال 4 الناس ولا جوج كبار وجوج صغار، المهم قصيريه صغيره. خديت هذيك السكيلو ديال الكسكسو، خذوه رقيق ولا غليظ اللي بغيتو، ودرت ليه واحد 4 كاس ديال زيت المائده ومعلقه صغيره الملح، ولبستو مزيان تتلبس بالزيت، وزدتو 2 كيسان ديال الماء. نتوما باش تعرفوا القدر غادي تقادوا الماء مع الكسكسو. صافي خليه واحد 5 دقائق حتى يشرب داك الماء ديالو وكيتنفخ، وكتوليو تحلوه ساهل، ما كيكور ما كيدير حتى شي حاجه. دابا البرمه راه كطيب، الكسكسو ها هو وجدتو راه كيتوجد بالزربه، راه ساهل وكيجي لذيذ وغير بشويه راه غادي طيبوا احسن كسكسو. ومن هنا ان شاء الله تبقاو طيبوا تتوليو طيبوا 20 كيلو ديال الكسكسو. هنايا انا رديت الكسكسو الكسكاس وحطيته وغطيته بواحد المنديل ابيض، وما تغطيوش بالغلاقه ديالو، ديروا المنديل الابيض لان داك المنديل الغلاقه راه كتعاود تهبط له الماء. من بعد واحد ثلث ساعه 20 دقيقه صافي الفوره الاولى كملات. ملي غادي نجيو نعاودوه دابا غادي ندير معلقه ديال الزبده كبيره. الدور ديال هاد الزبده راه هي اللي كتبننو وكترطبو في نفس الوقت، غيولي الكسكسو كيدوب رطب بزاف. اللي كلا عندكم غادي نسولكم عليه. ومعلقه ديال الملحه صغيره. ديروا هاد الشيء بعينيكم مغمضين، غير ديروا هاد الشيء وهاد المقادير وغادي ديروا واحد الكسكسو لذيذ بزاف. من بعد غادي نقرش هذاك الماء وغادي نحرك بشويه بشويه وانا كنقلب هذاك الكسكسو. هاد الكسكسو هاد نص كيلو خدا ليا 2 كاس ديال الماء صافي باش عاودتو، لانني انا ملي كنعاودو راه كنعاود وكنشد بيديا الكسكسو. الا هو بقى مجموع صافي راه ما نبقاش نزيد الماء. الا تحل
نعرفوا راه مازال خاصو شي شويه ديال الماء. هانتوما شفتوه دابا كيتحل، شفتوه دابا مازال تيتحل. خصني نزيدو شويه ديال الماء وغادي مازال غادي نزيدو شويه ديال الماء وغادي نحطو صافي. هنايا ملي تقاد ليا الكسكسو صافي غادي نرجعو للكسكاس، غادي نغطيه بواحد المنيديل تاني بيض ونرجعو يفور. مني غادي يفور هنايا قبل ما يفور هنايا غادي قبل ما نحطو غادي ندير ديك القرعه اللي غسلتها من الملحه وشي مزيودات الحار. هذا هو الوقت ديالهم، ربع ساعه كطيب الكسكسو كطيب القرعه والكوغجات صافي. هذا هو القياس. الا عندكم شي بطاطا ولا شي حاجه بغيتو ديروها زيدوها دابا مع القرعه وخيزو. انا كتعجبني البطاطا الحلوه وانتوما اللي بغيتو ديروه. من بعد واحد ربع ساعه كيكون طاب فار هذاك الكسكسو كمل. وإلا ما عرفتوش واش فار ولا لا دوزو غير يديكم، الا لصق ليكم الكسكسو في يديكم راه باقي خليوه. خصني ندير يدي ونلقاه كله ولا طبقه وحده. دابا هو الكسكسو راه فار ولا مزيان. الا كنتو كتبغيو السمن ديروه في التفويره مع الزبده، لان الا درتوه في الاخر كتولي جهه فيها السمن وجهه ما فيهاش السمن. المهم دابا هو راه موجود صافي غادي نحطوه. هاد القصيريه هادي تكفي ل4 ديال الناس، 2 كبار و2 صغار، 2 دراري اولا 2 ديال الناس كافياهم. هاد القصيريه صغيره راه غير صغيره، وهاد نص كيلو هاد القدر هذا ديال نص كيلو ديال الكسكسو كيجي لذيذ بحال اللي مطيباه الوالده ديالك، وكيجي بنين وغادي يعجبك. هاد السلسله هذه اللي بديت كندير ديال الدروس رانيه غير بغيت نديرها للمبتدئات ولا بناتنا اللي كيكونوا يقراو، اللي ما عندهمش الوقت فين يتعلموا، ما عندهمش الوقت كيكونوا مشغولين، اولا كتمشي للغربه، اولا كتبغي طيب كسكسو، كتبغي طيب مريقه، كتبغي طيب دجاج محمر، كتبغي درتها لكم باش ترجعوا ليها فين ما بغيتو تشوفوا شي حاجه. رجعوا لهاد الفيديوهات هادو لهاد السلسله ديال الدروس وغادي تلقاو كلشي مضبوط بالوقت بالمقادير بكلشي. انايا كنديرها لكم زعما باش الانسان يحافظ على هاد الموروث الثقافي المغربي اللي كنفتخروا به وغادي يتعلموا ليه اجيال واجيال. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وكتبوا لي عافاكم في التعاليق، قولوا لي اش ندرس، شنو بغيتوا نطيب لكم باش نكملوا هاد السلسله هذه بالتعاون ديالكم، باللايكات ديالكم، بالاشتراكات ديالكم. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وشكرا.